السلام عليكم. لو انت متابعني فانت اكيد عارف ان اسعار الموبايلات في مصر زادت الفتره الاخيره بسبب ارتفاع سعر الدولار والضرايب والجمارك، وده خلى موبايل جديد زي السامسونج جالاكسي 14 موبايل اقتصادي بحت 4G نزل مصر بسعر يبدا من 7000 جنيه وشويه. انت متخيل موبايل اقتصادي بمعالج على قده بسعر 7000 جنيه وشويه؟ فده اكيد سبب احباط لكتير مننا، بس انا مش عاوزك تبقى محبط. الفيديو النهارده هنتكلم عن افضل الموبايلات الاقتصاديه في السوق المصري، موبايلات جديده في رينج سعر 5000 جنيه تقريبا. ولو جيت تقول لي 5000 جنيه مبلغ كبير، احب اقول لك ان 5000 جنيه يا دوبك يجيبوا لك موبايل اقتصادي مقبول في بدايه 2023. طبعا لو قدامك اختيار ان انت تجيب موبايل مستعمل حاله كويسه، فاكيد هيبقى افضل من الموبايلات اللي احنا جايين نتكلم عنها النهارده. الفيديو ده احب اقول لك ان هو مش سكريبتد، انا جايب اللاب معايا وجايين كده ندردش ونشوف افضل الاختيارات المتاحه من كل الشركات الموجوده في السوق المصري. فزي ما انت متعود، لايك الجميل، يلا بينا نبدا الفيديو. اول شركه معانا شركه سامسونج، واللي مؤخرا بقت تجمع بعض الموبايلات الاقتصاديه بتاعتها في مصر. بدات بالسامسونج جالاكسي اي 13 ثم السامسونج جالاكسي اي 23 ومؤخرا جمعت السامسونج جالاكسي اي 04 اس. طبعا مش محتاج اقول لك ان انا قبل كده رجعت الجالاكسي اي 13 وشفت ان هو مش اقوى موبايل ساعتها لما كان نزل، لان كان في اختيارات وبدايل وقصص كده كتير، وكان الموبايل نازل غالي شويه وما كانش متجمع محليا. انما بعد اللي حصل الفتره الاخيره في السوق المصري، فاحب اقول لك ان سامسونج جالاكسي اي 13 من اكتر الموبايلات اللي باعت في مصر، واللي انا شايفه ده نتيجه منطقيه جدا بسبب سعر الموبايل وبسبب اسم سامسونج. الاي 13 بيجي بشاشه 6.6 بوصه فول اتش دي بلس، طبعا اي بي اس او بي ال اس تي اف تي، اكيد 60 هرتز بقى ولا 90 هرتز ولا الكلام ده كله. البروسيسور اللي موجود فيه اللي انا عندي بعض المشاكل معاه هو اكسينوس 850 او ميديا تك على حسب النسخه، سواء النسخه اللي بره او النسخه المحليه. ايا كان الموبايل اداؤه مش وحش بعد فتره كده لما يتعود عليك، بس هو اكيد ده مش اقوى اداء يعني هتاخده في موبايل. بس احنا دلوقتي بنتكلم في موبايل اقتصادي، فاوكي الاي 13 ممكن تقدر تستحمل الاداء بتاعه قصاد الشاشه المعقوله جدا وقصاد الكاميرا بتاعته الخلفيه، اللي تقريبا دي افضل كاميرا خلفيه يا جماعه موجوده في موبايل في رينج السعر 5000 جنيه جديد دلوقتي من غير ما تتعب نفسك. الاي 13 لما جربته فعلا كاميراته كانت معقوله جدا. هو بقى في شويه حاجات كده يعني ان هو ما فيهوش سنسور اضاءه حقيقي، الموبايل بيستخدم الكاميرا السيلفي عشان يغير اضاءه الموبايل، ما فيهوش جيروسكوب لو انت بقى عايز الجيروسكوب في الالعاب وكده، فاحب اقول لك ان هو مفيش جيروسكوب. وحتى سنسور التقارب بتاع المكالمات اللي بيقفل الشاشه على ودنك ده، فهو مش موجود حقيقي في الموبايل ده، هو سوفت وير وشغال يعني مقبول. بس بطاريته كويسه الحمد لله، ومعاه شاحن 15 واط في العلبه. وعاوز اقول لك ان دي ميزه، لان الموبايلات الجديده من سامسونج حتى الاقتصاديه مش هيبقى معاها شاحن في العلبه. وفي مايك اضافي لعزل الدوشه، وده كويس جدا في المكالمات، ولا غلطه لان الموبايلات الثانيه من الشركات الثانيه هتلاقي معظمها ما فيهاش مايك اضافي لعزل الدوشه. طيب الاي 13 احب اقول لك الحقه، لان هو خلاص في قرار نزل ان هو يتوقف تجميعه محليا، موبايل خلاص قدم، فشويه ومش هتلاقيه. الاي 13 سعره دلوقتي النسخه ال 64 جيجا مع 4 جيجا رام حوالي 4850 جنيه، النسخه ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام حوالي 5300 جنيه. والاسعار دي بتاعت وقت عمل الفيديو، لان هي اكيد ممكن تتغير، واتوقع ان هي ممكن تزيد بعد ما الكميات المتاحه من الموبايل ده تبدا تقل. طيب ولو ما لقيتش الاي 13 بعد فتره، البديل بقى اللي هيبقى متاح منه محليا بسعر منطقي هو السامسونج جالاكسي اي 04 اس. تقريبا ده نسخه من الاي 13، نفس المعالج الاكسينوس 850، الشاشه بتاعته 6.5 بوصه، هي بس مشكلتها ان هي اتش دي مش فول اتش دي، بس بتردد اعلى 90 هرتز، فانت خدت حاجه قصاد حاجه. في المجمل هي في الاخر شاشه مقبوله كموبايل اقتصادي. الكاميرات بتاعته كويسه جدا برده، الكاميرا الخلفيه الرئيسيه 50 ميجا بكسل دي اللي تهمك، مع المعالج الاكسينوس 850 فانت اكيد هتاخد صور الكاميرا الخلفيه حلوه. السيلفي بس اقل شويه 5 ميجا بكسل، اقل من ال 8 ميجا بكسل بتوع الاي 13. نفس البطاريه ال 5000 ملي امبير، الشحن ال 15 واط تايب سي. الموبايل تقريبا نسخه من الاي 13 مع الاختلافات بتاعه الشاشه والسيلفي اللي انا قلت لك عليه. طيب الاي 04 اس هيبقى سعره النسخه الميد ان ايجيبت، النسخه ال 64 و4 4860 جنيه، والنسخه ال 128 و4 5400 جنيه. ولو تلاحظ دي نفس اسعار الاي 13 بالظبط، فده معناه ان سامسونج في مصر بتقول ان الاي 04 اس هو اللي هيكون البديل بتاع الاي 13 مش الجالاكسي اي 14، لان الجالاكسي اي 14 يا جماعه ما تصنعش او ما تجمعش في مصر، الموبايل ده مستورد بالكامل، وبالتالي سعره مبالغ فيه جدا، وسامسونج في مصر عارفه ده، وبالتالي هي لجأت لحل الاي 04 اس ان هو يتجمع في مصر، لان هي مش قادره تجمع
الاي 14 دلوقتي في مصر. واحب اقول لك ان الجالاكسي اي 14 اصلا مش فارق كتير عن الاي 13 والاي 04 اس، هو بس مجرد تصميم احدث واشيك شويه، انما الموبايل نفسه مش فارق اي حاجه تقريبا عن الموبايلات القديمه الاقتصاديه من سامسونج. فريح دماغك وسيبك منه، خليه كده شوف هيتباع ازاي ب 7 و 8000 جنيه اللي سامسونج منزلها بيه. طيب دي كده الموبايلات المتاحه من شركه سامسونج. خلينا بقى نشوف بقيه الشركات. تعال نشوف شاومي. بص في رينج 5000 جنيه من شاومي الاختيارات بقت قليله قوي. هي المفروض شاومي هتنزل الريدمي 12 سي قريب، كان المفروض ان هو هيلعب في رينج سعر 4500 جنيه و5000 جنيه، بس دلوقتي وانا بعمل الفيديو ده كان لسه شاومي ما نزلتش الريدمي 12 سي. لو نزلته بسعر منطقي 4500 5000 جنيه هيبقى موبايل معقول ممكن تفكر فيه. الكلام ده طبعا لو انت شفت الفيديو يعني بعد فتره من دلوقتي. طيب شاومي عندها ايه متاح دلوقتي؟ طبعا الريدمي اي 1 بلس موبايل يا جماعه اداؤه ضعيف، هو نازل ب 3000 جنيه وشويه جديد، فما تتوقعش منه ان هو هيبقى اداؤه حلو. لو انت عاوز موبايل تقدر تعتمد عليه استخدام يومي انا ما اقدرش ارشح لك الاي 1 بلس. موبايل ارخص بكتير من الفئه اللي احنا بنتكلم فيها 3000 وشويه، موبايل 32 جيجا 2 جيجا رام، معالج ضعيف، يعني هو بتاع استخدامات معينه مش ان انت تستخدمه استخدام يومي. والشاومي ريدمي 10 ايه برده نفس القصه، هو موبايل كويس بس انا برده ما رشحهولكش لان البروسيسور بتاعه الميديا تك الجي 25 ده مش اقوى بروسيسور، فسيبك منه. اعتقد ان انت في الفئه دي من شاومي مش هيبقى عندك غير الريدمي 10 ال 2022 والريدمي 10 سي. الريدمي 10 2022 جايب بروسيسور الهيليو جي 88 12 نانو، بروسيسور استخدامه اليومي كويس جدا واداؤه في الالعاب كمان كويس. بص طول ما الرقم عالي عن الجي 70 فهو اداؤه في الالعاب كويس، اقل من الجي 70 اداؤه في الالعاب مش كويس عشان المعالج الرسومي اللي بيتغير في البروسيسورين دول. يعني الجي 25 والجي 35 دول ادائهم في الالعاب مش افضل حاجه، انما بقى الجي 70 الجي 80 الجي 85 الجي 88 البروسيسورات دي كلها ادائها في الالعاب معقول جدا. هتعلى روح بقى للجي 90 تي، الجي 95 الجي 96 الجي 99. طبعا بس ان انت ايه تبقى مجمع وفاهم معايا. فاوكي الريدمي 10 معالج كويس، الشاشه بتاعته حلوه 6.5 بوصه، اي بي اس فول اتش دي بلس 90 هرتز، شاشه معقوله جدا في ظل الاسعار والمواصفات الجديده اللي احنا شايفينها مش حلوه. الكاميرا بتاعته 50 ميجا بكسل، ادائها مش افضل حاجه بصراحه بس يعني معقوله، هي اكيد اقل من سامسونج بس اوكي. الموبايل بقى فيه صوت ستيريو، فيه شحن 18 واط، بطاريه 5000 ملي امبير. العيوب اللي فيه ايه؟ اداء الكاميرا بتاعه متواضع، السطوع بتاعه مش اعلى حاجه تحت الشمس، الحافه السفليه كبيره شويه. غير كده الموبايل معقول جدا. الموبايل ده سعره حوالي 5000 وشويه للنسخه ال 128 و4 وحوالي 6000 وشويه للنسخه ال 128 و6، واختيار كويس جدا. الاختيار الثاني معانا هو الشاومي ريدمي 10 سي اللي احسن ما فيه البروسيسور اللي سناب دراجون 680 اللي اداؤه اليومي حلو جدا وموفر جدا في استهلاك البطاريه، وحقيقي اداء الموبايل ده اليومي مع استهلاكه اليومي للبطاريه فوق الممتاز. بس لو هتلعب العاب خليك في ريدمي 10. زي ما قلت لك السناب دراجون 680 بيشغل ببجي ميديوم جرافيك، مفيش اعلى من كده، وعامه اداؤه الرسومي متكتف شويه، موفر للبطاريه بس اداؤه الرسومي متكتف. فلو انت عاوز تلعب العاب خليك في بروسيسور جي حاجه و80 او جي حاجه و90 هيدوك اداء في الالعاب افضل. لو انت عاوز من الاخر العاب خليك في ريدمي 10 كومبو بقى 90 هرتز، صوت ستيريو، البروسيسور الكويس، كل ده بالنسبه لي افضل من ريدمي 10 سي اللي هو موبايل فاضي تقريبا خالص ما فيهوش اي حاجه، هو بس السناب دراجون 680 والبطاريه ال 5000. حتى شاشته اتش دي مش فول اتش دي 60 هرتز. الكاميرات بتاعته جربتها ما كانتش افضل حاجه بالنسبه لي، صوته مش ستيريو، ما فيهوش جايروسكوب، في شويه نواقص كتير في الريدمي 10 سي، بس بالنسبه لسعره فهو منطقي لو حد عاوز موبايل يريح دماغه يعني من حته الاداء اليومي دي ما يهنكش معاه كده. 64 و4 بحوالي 5100 جنيه والنسخه ال 128 و4 بحوالي 5400 جنيه. مفيش حاجه ثانيه قدامي متاحه من شاومي بسعر منطقي. طبعا الريدمي نوت 11 اغلى ب 7000 وشويه، مفيش حاجه في رينج 5000 جنيه. طيب ندخل بعد كده على شركه هواوي. هواوي عندها موبايل كويس جدا بالنسبه لي في الفئه الاقتصاديه، وموبايل ده بيخلص وينزل منه كميات، وهو النوفا واي 70. الموبايل ده يا جماعه اداني تجربه اداء معقوله جدا لما رجعت. كيرن 710 تكنولوجيا 14 نانو، بروسيسور قديم بس اداؤه مش وحش خالص بالنسبه لاداء الموبايلات الاقتصاديه. يعني بالنسبه لي النوفا واي 70 اداؤه الفعلي احسن من السامسونج اي 13 والسامسونج اي 04 اس، انت متخيل؟ فاوكي الاداء بتاعه مش وحش خالص. موبايل 128 جيجا 4 جيجا رام، الكاميرا بتاعته 48 ميجا بكسل. هي بصراحه يعني الكاميرات بتاعته ما كانتش برده افضل حاجه، ارجع واقول لك افضل كاميرا في الفئه دي هي كاميرات سامسونج مش كاميرات اي موبايل تاني. البطاريه بتاعته ما شاء الله ضخمه 6000 ملي امبير، بطاريه محترمه جدا. معاك منفذ تايب سي، معاك شحن سريع 22.5 واط، معاك مايك
اضافي برضو لعزل الدوشه. عيوبه بقى ايه؟ ان الشاشه بتاعته اتش دي مش فول اتش دي، و60 هرتز مش 90 هرتز، صوته مش ستيريو عادي يعني زي الاي 13 والاي 04 اس، وما فيهوش جايروسكوب، وبرضو معظم الموبايلات هنا ما فيهاش جايروسكوب، هو الريدمي 10 هو اللي نفد يعني، وما فيهوش خدمات جوجل بشكل رسمي، بس معظم الناس بتقدر تتعايش دلوقتي مع موبايلات هواوي عادي. فالنوفا اي 70 اختيار كويس جدا لان سعره منطقي، 128 جيجا 4 جيجا رام بحوالي 5500 جنيه. ده الموبايل الوحيد المتاح تقريبا من شركه هواوي في الفئه الاقتصاديه، وزي ما قلت لك هيدي لك تجربه كويسه جدا. عندنا بعد كده شركه اوبو. سريعا كده يا جماعه، انا اوبو في الفئه الاقتصاديه ما برتاحش معاها قوي. انت عندك موبايل زي الاي 17 موبايل في رينج ال 5000 جنيه بيجي ببروسيسور ميديا تك الجي 35، فلا بالنسبه لي هيديني اداء يومي معقول، بس اداء لو فكرت العب لعبه تقيله شويه مش هيقدر، فلا بلاش منه. الاي 57 ال 4 جي برضه ميديا تك الجي 35، الاي 16 اس ميديا تك جي 35، الاي 16 كي ميديا تك جي 35، الاوبو اي 77 ال 4 جي ميديا تك جي 35. فارخص حاجه معقوله من اوبو الاوبو اي ال 76 ده اللي يعني نفد، جايبه بروسيسور سناب دراجون 680 معقول اللي هو في الريدمي 10 سي ده يا باشا، سعره بيبدا من 6000 جنيه. الموبايل ده عايز اقول لك ب 6000 جنيه وشاشته اتش دي بس يعني 90 هرتز، 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام، زي ما قلت لك سناب دراجون 680. الكاميرا بتاعته 13 ميجا بكسل، اكيد ادائها ما جاش يعني. بطاريه 5000 ملي امبير، الشحن الحمد لله 33 واط. فيوش بقى صوت ستيريو، فيوش كاميرا الترا وايد، المعالج اداؤه معقول مع واجهه اوبو مع شبكات اوبو مع سوفت وير اوبو حلو. غير كده يا باشا مفيش اي حاجه مميزه فيه، ودي ارخص حاجه معقوله ممكن تشتريها بالنسبه لي من اوبو. اقل من كده ما ترجعش تقول الموبايل بيهنج معايا مع الوقت. نسيب بقى اوبو وندخل على فيفو اللي هي دلوقتي موجوده بقوه في السوق المصري، وتقريبا كل اسبوع اسبوعين بتنزل موبايل جديد. تعالوا كده نشوف ايه الموبايلات اللي نزلوها الفتره الاخيره في الرينج الاقتصادي. الفيفو اي 02 الموبايل ده جايب بروسيسور الهيليو بي 35، سعره 3500 جنيه. ماشي هو منطقي بالنسبه للريدمي اي 1 بلس، منطقي، بس احنا مش جايين نتكلم في موبايل ميت قوي في الاداء بالطريقه دي، احنا عايزين موبايل معقول في رينج 5000 جنيه. طيب عندك ايه تاني؟ الفيفو اي 16 ده نازل ب 5300 جنيه. طب الفيفو اي 16 جاي ببروسيسور الهيليو بي 35 برضه، لا يعني ما ادفعش انا 5000 جنيه وشويه في البروسيسور ده. طيب فيفو عندك ايه؟ هو بقى الموبايل تقريبا الوحيد اللي نفد كده بالنسبه لي الفيفو واي 22 الواي 22. الموبايل ده يا جماعه انا شايفه صفقه معقوله جدا لو انت عاوز تشتري موبايل من فيفو. ميزه فيفو ان كل موبايلاتها بضمان محلي، مفيش اي حاجه فيها دولي. الموبايل ده جاي ببروسيسور ميديا تك الجي 85 اللي زي ما قلت لك جي 85 اداؤه كويس. مشكلته بس ان شاشته 6.5 بوصه اتش دي مش فول اتش دي، و60 هرتز مش 90 هرتز. كاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل كويس، كاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل، بطاريته 5000 ملي امبير، والشحن بتاعه 18 واط. انا شايف الموبايل ده اداؤه معقول جدا، هو بس 64 و4 في رينج 5800 جنيه. الموبايل ده لو كان 128 جيجا كان هيبقى ممتاز، بس هو لو نزلوه 128 جيجا كان هيموت الفيفو واي 33 اي اللي هو تقريبا موبايل شبه ده بالظبط بس في رينج 6000 جنيه النسخه ال 128 و4 بتاعته. الموبايل ده انا كنت مراجعه، موبايل اداني تجربه معقوله جدا. وميزه موبايلات فيفو بصراحه ان هي شياكه، خامات شيك جدا، شبكه كويسه، موبايلات ما فيهاش مشاكل بالنسبه لي. بس زي ما قلت لك الواي 22 ده موبايل كويس في كل حاجه، مشكلتي بس معاه المساحه ال 64 بالسعر ده، بس قصاد معالج معقول من شركه فيفو. طيب في موبايلات تانية من فيفو معقوله في فئه ال 5000 جنيه؟ بالنسبه لي لا مفيش. طيب شركه اونر عندها ايه في الفئه الاقتصاديه؟ شركه اونر المتاح عندها دلوقتي في مصر رسميا ارخص حاجه الاونر اكس 7، والاونر اكس 7 جايب بروسيسور السناب دراجون 680، جايب شاشه 6.7 بوصه اتش دي بس 90 هرتز، 128 و4 او 6 رام، كاميرا خلفيه 48 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل، بطاريه 5000، شحن 22.5 واط. كل ده معقول جدا، بس الفكره ان الموبايل ده بسعره بيبدا من 6500 جنيه للنسخه ال 128 4 جيجا رام، فسعره اعلى شويه من موبايلات المنافسه. موبايل اوفر اول ما فيهوش اي مشكله، لو انت حابب تاخد تجربه اونر وبضمان محلي مش بضمان دولي مش هيواجهك معاه اي ازمه. بس زي ما قلت لك هو اوفر برايزد شويه او غالي شويه بسبب نفس المواصفات دي موجوده في موبايلات اسعارها ارخص شويه. دي ارخص حاجه متاحه من شركه اونر. عندنا بعد كده بقى شركه انفينكس عندها موبايلات كده متاحه رسميا وغير رسميا. سريعا كده الانفينكس هوت 20 اي الموبايل ده نزل كده جديد في رينج سعر 4000 ونص، واحب اقول لك ما تجيبوش لان هو ببروسيسور الميديا تك الجي 25 اللي انا قلت لك ايه الجي 25. لو عاوز العاب على الاقل العاب متوسطه مش جامده بلاش البروسيسور ده. في الانفينكس سمارت 6 بلس وده برده بنفس البروسيسور الميديا تك الجي 25،
25 فسيبك منه. في الانفينكس هوت 12، الموبايل ده نزل بشكل غير رسمي، يعني بضمان دولي. جايب بروسيسور الهيليو جي 85، جايب شاشه 6.8 بوصه، هي اتش دي بس 90 هرتز. كاميراته طبعا على قدها قوي، كاميرات انفينكس حتى لو ارقامها عاليه بيبقى اداها مش افضل حاجه. فالكاميرا الخلفيه هنا 13 ميجا بكسل اصلا، يعني مش 50 حتى. صوته ستيريو، البطاريه بتاعته 5000، الشحن بتاعه 18 واط. الموبايل ده بالنسبه لي معقول جدا، بس الفكره بقى ان سعره يبقى كام. انا شايف هنا رينج سعره النسخه ال 128 4 5000 جنيه. 5000 جنيه انت ممكن تزود شويه وتجيب الانفينكس نوت 11. الانفينكس نوت 11 بالنسبه لي افضل الموبايلات الاقتصاديه اللي نزلت الفتره الاخيره. لو لقيته جديد بسعر منطقي حتى ولو ضمان دولي هاته. الموبايل ده كان جايب شاشه اموليد، سطوعها كويس، الوانها معقوله، حلو جدا. بروسيسور الهيليو الجي 88، بروسيسور كويس جدا. 128 جيجا و6 جيجا رام. كاميرا 50 ميجا بكسل خلفيه، 16 ميجا بكسل اماميه، ودي يعني مش افضل كاميرا برضو، بس من افضل الكاميرات اللي جربتها في موبايل انفينكس اقتصادي. بطاريه 5000، شحن سريع 33 واط، صوت ستيريو. الموبايل ما فيهوش اي مشكله. الموبايل ده ممكن تلاقيه ضمان دولي النسخه 128 و6 بحوالي 5800 5900. واحب اقول لك ان ده هيبقى من افضل الاختيارات لو لقيته بالسعر اللي انا قلته لك. وطبعا البديل بتاعه بالنسبه لي الانفينكس هوت 11 اس. الموبايل ده جامد جدا، بروسيسور الهيليو جي 88، شاشه كبيره 6.7 بوصه، فول اتش دي بلس 90 هرتز، 128 جيجا 4 جيجا رام، كاميرا 50 ميجا بكسل خلفيه، 8 ميجا بكسل اماميه، وصوته ستيريو. بطاريته كبيره 5000، الشحن بتاعه معقول 18 واط. كل الكلام ده معقول جدا. الموبايل ده اخر سعر ليه النسخه 128 4 بحوالي 4900 جنيه. طبعا في موبايلات تانية من انفينكس زي الهوت 20 اي، ده بلاش منه، بروسيسور برضه على قده. الانفينكس هوت 12 بلاي والهوت 11 بلاي بلاش منهم. كلمه بلاي دي مش للجيمنج، يعني للاغاني. البروسيسور بتاعه مش افضل حاجه برضه، فخليك في الاختيارات اللي انا قلت لك عليها، اللي هم الانفينكس النوت 11 والانفينكس هوت 11 اس والانفينكس هوت 12. لو انت يعني ايه تقدر تزود وتجيب الانفينكس نوت 12 الجي 96 اللي هو يعتبر اقوى بروسيسور فيهم، اوكي. لو ما قدرتش خلاص خليك في الاختيارات اللي انا قلت لك عليها. خلينا بقى دلوقتي مع اخر شركه، وهي شركه ريلمي اللي عندها كميه موبايلات دولي مش طبيعيه. خلينا بقى نشوف الموبايلات دي مع بعض. مبدئيا كده يا جماعه، ما حدش يسالني اشتري ريلمي سي 55 ولا الريلمي 10. انا عارف ان الموبايلات دي اغلى شويه في رينج ال 8000 جنيه، مش في الرينج الاقتصادي اللي احنا بنتكلم فيه، لان انا باختصار شايف الريلمي 10 اقيم من الريلمي سي 55 اللي اتعمل عنه بروباجندا ملهاش اي داعي. الريلمي 10 بيجي ببروسيسور اقوى، وده اللي يهمنا، وهيدي لك بقى تجربه اداء في الالعاب احسن، هيدينا تجربه تصوير افضل، هيديك شاشه اصلا افضل من شاشه السي 55. فكك من الدايناميك ايلاند اللي معموله على الضيق قوي في الريلمي سي 55 دي، وفكك من سعره اللي هو 8000 جنيه. وانا بقول لك خليك في الريلمي 10 وهتتبسط. طيب عندنا ايه تاني موبايلات ريلمي؟ بص يا حبي، ريلمي 9 اي و8 اي برضه مفيش غيرهم تقريبا كويسين في رينج السعر اقتصادي شويه من ريلمي. ريلمي 9 اي كلنا عارفينه، سناب دراجون 680، الشاشه بتاعته اي بي اس بس فول اتش دي بلس 90 هرتز، الكاميرا بتاعته معقوله 50 ميجا بكسل خلفيه، 16 ميجا بكسل اماميه، بطاريه كبيره 5000 ملي امبير، شحن سريع 33 واط، صوت ستيريو. موبايل اداؤه اليومي كويس جدا، هو بس مش اقوى حاجه في الالعاب عشان السناب دراجون 680. انا شرحت لكم موقفه في الالعاب. الموبايل ده بضمان دولي متاح دلوقتي في رينج سعر ال 5800 جنيه النسخه ال 128 4 وحوالي 6500 جنيه للنسخه ال 128 6. لو عاوز حاجه افضل بقى في الالعاب يبقى تخليك في ريلمي 8 اي، ده اللي جايب البروسيسور الميدياتيك الجي 96 الاقوى في الالعاب بفرق محترم. بيسخن شويه بس اوكي مش مشكله. كاميراته طبعا هتبقى اضعف شويه من كاميرات الريلمي 9 اي واستهلاكه للبطاريه اكتر. ده في رينج 6400 جنيه للنسخه 128 6. في موبايلات تاني من ريلمي معقوله زي الريلمي نارز و50 اي والريلمي السي 25 واي. الموبايلات دي بتقدم لك برضو تجربه اداء معقوله جدا. النارز و50 اي جايب الميدياتيك الجي 85 والسي 25 واي جايب التايجر تي 618، والبروسيسورين دول ادائهم معقول في الالعاب، بس طبعا بقى مش تاخد افضل شاشه ولا بتاخد افضل تجربه تصوير. فالموبايلات دي بتلعب في رينج 5000 جنيه النسخه 128 4. فلو انت قدرت تدفع 5000 جنيه زود شويه وهات الريلمي 9 اي او الريلمي 8 اي وريح دماغك، بما ان انت كده كده تدفع لي دفعك 5000 جنيه دفعك 5000 وشويه وتشتري موبايل يعيش معاك فتره اطول. وبس كده، دي كانت نهايه دردشه النهارده عن افضل الموبايلات الاقتصاديه اللي ممكن تشتريها في مصر حاليا في رينج سعر 5000 جنيه. اكيد لو انا سقطت موبايل وما قلتوش اكتب لي كومنت وتقول لي ايه الموبايل اللي انا سقطته، وبرده ممكن تناقشني كده وتقول لي لو انت هتدفع 5000 جنيه وتجيب موبايل دلوقتي هتختار ان انت تجيب موبايل جديد من الموبايلات اللي احنا قلنا عليها، ولا هتاخد الريسك وتروح تشتري موبايل مستعمل، ولا هتجيب موبايل من بره مصر. وتاكد ان انت عامل لنا سبسكرايب قناه موبيزل وفعل الجرس علشان تعرف كده الجديد عن الموبايلات اول باول. كان معاكم احمد سعيد،
سلام.